السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. قبل ما نبدأ منساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. نبدأ حلقة النهاردة ونقول بسم الله. في صعيد مصر، وبالتحديد في قرية صغيرة جنب المنيا، كان في شاب اسمه رمضان. شاب بسيط بيشتغل في المقاولات وبيحب الشغل في الأراضي والبنايات. رمضان اشترى بيت قديم جدا في أطراف القرية، بيت مهجور مهجور من سنين طويلة، محدش بيقرب له. الناس هناك بيقولوا عليه بيت العمار، يعني البيت اللي ساكن فيه جن من نوع خاص، مش أي جن. دول العمار اللي بيعيشوا في بيوت البشر وبيحموها، بس لو اتضايقوا بيتحولوا لكائنات مرعبة. رمضان قرر يرمم البيت ويحوله لسكن ليه، هو وأمه العيانة. من أول ليلة دخل فيها رمضان البيت حس بحاجة غلط. أول ما دخل من الباب حس برجفة فظيعة في جسمه، كأن الهوا سقع فجأة رغم إن الجو كان حر. في أول أسبوع كل يوم كان بيصحى يلاقي حاجات متغيرة. السرير اتنقل من مكانه، المية في المطبخ بتشتغل لوحدها، صوت خطوات في الدور اللي فوق رغم ان مفيش حد ساكن فوق. وفي يوم هو بيحفر في الجنينة ورا البيت عشان يحط خزان مية، لقي تابوت حجري قديم جدا مقفول ومغطى برموز فرعونية وكتابة غريبة بالعربي، باين انها قديمة قوي. كان ممكن يسيبه بس الفضول قتله، وفتح التابوت. ومن هنا بدأت اللعنة. رمضان وهو نايم صحى على صوت خربشة على الحيط، مش خربشة عادية، كأن حد بيحفر في الحيطة من جوه. قام بسرعة فتح النور، مفيش حاجة. راح يغسل وشه، لقي في المراية وراه ست سودة، وشها مش باين، شعرها نازل على وشها وكانت بتقرب. لف ورا نفسه بسرعة، مفيش حد. رجع يبص في المراية، ملقيش نفسه في المراية. هو اختفى من المراية خالص. تاني يوم وهو ماشي في البيت سمع صوت خفيف بينادي باسمه. رمضان رجع اللي خدته، بص حواليه مفيش حد. الصوت قرب منه وقال له: رجع التابوت يا ابن آدم، رجعه قبل ما نرجعك معاه. رمضان جري وطلع من البيت، راح للشيخ سعيد، واحد من أقدم المشايخ في القرية. الشيخ أول ما سمع اللي حصل وشه اتغير وقال له: أنت فتحت مقبرة ملبوسة، المقبرة دي اتقفل عليها تعويذة من آلاف السنين، وفتحك ليها حرر حاجة مش جن عادي، دول حراس الموتى. لو ما رجعتش التابوت مش هتشوف نور تاني. رمضان رجع البيت بس التابوت اختفى. من بعدها رمضان بقى بيشوف كوابيس كل ليلة، بيصحى يلاقي جسمه متعور كأن حد عضه أو خربشه. الكلاب في القرية كانت بتعيط قدام بيته كل ليلة. أصحابه بدأوا يتجنبوه. والدته ماتت بعد ما دخلت البيت بيومين، اتشلت وهي نايمة وصحيت تصرخ وتقول: طلعوا من الحيطة عيونهم حمرا شدوني لتحت. آخر مرة شافوا فيها رمضان كان ماشي في الشارع الساعة 3 الفجر، لابس هدوم مش بتاعته وعمال يضحك بصوت عالي ويقول: أنا واحد منهم دلوقتي، أنا ساكن معاهم وانتوا كلكم هتسكنوا في بيت العمار. واختفى بعدها. البيت لحد النهاردة مقفول، كل ما حد يقرب منه يحصل له مصيبة. الناس بتقول إنهم لسه جوه وبيستنوا اللي يجي بعده. رسالة أخيرة: لو في يوم لقيت مقبرة مدفونة ما تلمسهاش، أيوة ما تفتحهاش، لأنك مش بس هتلاقي موتى، ممكن تلاقي ممكن تلاقي اللي حارسهم مستنيك. وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة، ونشوفكم في قصص جديدة إن شاء الله. يا ريت لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.